هي دي بقى بجد الاكله اللي ما يتشبعش منها، سهله وبسيطه وطعمها كمان مش قادره اقول لكم كان حلو قد ايه. بصوا الجمال. تعالوا مع بعض النهارده نعمل احلى والذ واطعم فراخ بالكاري. بجد يا جماعه خطيره. شايفين بقى الصوص حلو جدا، ودى بقى الفراخ دي في حته تانية خالص. الفراخ كانت دايبه ومستويه ومش قادره اقول لكم بقى كانت جميله قد ايه. عملناها كلها في طاسه واحده وطلعت كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تعالوا كده نشوف الفراخ. بصوا الفراخ بتاعتنا دايبه ومستويه ازاي، ولا طعمها بقى كان جميل جدا. يلا بقى نشوف عملناها ازاي، بس قبل ما نبدا عايزين نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف بقى الاكله بتاعتنا. طاسه على النار فيها 3 معالق كبار كده من السمنه، نزلت كده عليهم ببصلتين متقطعين قطع صغيره، نزلت كمان بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، وهضيف بقى التوابل. عندي كده معلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره مليانه من الكاري، معلقه صغيره مليانه من الكركم، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره مليانه من البابريكا. قلبت التوابل كده مع البصل والثوم، ومش قادره بقى هنا اقول لكم الريحه بتاعتهم كانت حلوه ازاي. نزلت بقى بالفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها كده بالشكل ده ومجهزاها جنبي، ونزلت كده بيها على التوابل والبصل. هقلب الفراخ مع التوابل والبصل كده شويه، وهغطي عليهم واسيبهم على نار هاديه حوالي كده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هنقلبهم بقى، هيبقوا بالشكل الجميل ده. هنزل عليهم بحبتين من الطماطم متقطعين قطع صغيره، ومعلقه كبيره مليانه من صلصه الطماطم. قلبتهم وهغطي عليهم برضو واسيبهم حوالي 10 دقايق. هنا بقى الفراخ بدأت تنزل ميه كده زي ما احنا شايفين. هرجع ازود كمان عليهم ميه مغليه، واغطي بقى واسيب الفراخ بتاعتي تستوي كده على النار حوالي تلت ساعه. بعد التلت ساعه هبدأ بقى كده اضيف الملح بالشكل ده. ضفت الملح وهقلبها تقلبتين، وهرجع برضو اغطيها واسيبها على النار. كنت مجهزه جنبي بقى كوبايه من الزبادي، ضفت عليها 3 معالق كبار من اللبن، ونزلت كده بالزبادي على الفراخ. هرجع اقلبهم تاني مع بعض واسيبهم بقى على النار، الزبادي كده يغلي مع الصوص ده لحد ما الزبادي يربط مع الصوص ويتقل كده ويبقى بالجمال اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. غطيتهم وسبتهم 10 دقايق بس. بعد ال10 دقايق خلاص كده الصوص بتاعنا تقل اهو، وبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بجد مش قادره اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت قد ايه. ريحتها حلوه جدا وطعمها كمان كان في منتهى الجمال. عملنا احلى والذ واطعم فراخ بالكاري، وطلعت بالجمال اللي احنا شايفينه ده. سهله ولذيذه، وكمان كلها كانت في طاسه واحده، يعني ما استهلكناش مواعين كتير ولا اي حاجه. بصوا بقى، تعالوا كده نقدم بقى الطبق بتاعنا. شايفين الجمال؟ بصوا الفراخ بتاعتنا عامله ازاي. مش قادره كمان اقول لكم على طعم الصوص ده كان حلو قد ايه. كلوها بقى كده مع الرز، او ممكن تتاكل مع العيش. هي حلوه جدا وتتاكل مع اي حاجه. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، وتقولوا لي كمان هتعجبكم ولا لا. شايفين بصوا الفراخ بتاعتنا دايبه ازاي. يلا جربوها، وما تنسوش بقى تعملوا لي الفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.